السلام عليكم حبايبي تانية اعدادي. سؤال مهم جدا وانت بتراجع، ركز جدا على اسئلة التناسب عشان اسئلته قوية جدا. طب نص على السؤال اللي قدامنا ده، يقول لي اثبت ان الكميات اللي اسمها A و B و C دي كميات متناسبة. طب عشان اثبت التناسب محتاج اوصل لايه؟ محتاج اوصل ان A على B بتساوي C على D، صح ولا ايه؟ مش لو دي كميات متناسبة معناها ان A على B بتساوي C على D، صح ولا ايه؟ صح. محتاج اوصل الحتة دي. طيب، او بمعنى اصح يعني الايه في السي بتساوي دي في البي. طيب هعمل ايه الاول؟ هنا في جذر عايز اخلص منه، عكس الجذر ايه؟ هقول له بتربيع الطرفين. هنا الربع كده. مهم. لما ربع الجذر كله هيطير، يتبقى معايا مين؟ 3 ايه تربيع ناقص 5 سي تربيع على 3 بي تربيع ناقص 5 دي تربيع بتساوي ربع بقى هنا. ربع الايه تتربع تبقى ايه تربيع، اللي بي تتربع تبقى بي تربيع. طب وبعدين، دايما قلت لك اول ما تشوف الكعبله دي اديها طرفين وسطين على طول، ربك بيفرجها والله. يلا بينا. عايزه اضرب طرفين في وسطين، بالراحه بقى وانت بتضرب واحده واحده. اضرب الاول 3 ايه تربيع بي تربيع، تبقى 3 ايه تربيع بي تربيع. ماشي، يلا. عندك مين؟ ناقص 5 ها بي تربيع سي تربيع. يبقى انا ضربت البي تربيع هنا وهنا، هتساوي اضرب الايه تربيع في اللي هناك، هيتبقى معايا 3 ايه تربيع بي تربيع ناقص اضرب الايه تربيع هنا 5 ايه تربيع دي تربيع. ملاحظ حاجة؟ والله يا مس انا ملاحظ ان انت هنا عندك التلاتة ايه تربيع بي تربيع، والناحية التانية كذلك عندك 3 ايه تربيع بي تربيع. والله صح. ايه اللي يحصل؟ يروح مع بعض. طالما الاتنين في اماكن مختلفة بنفس الاشارة، يعني هنا اللي يساوي دي الناحية التانية ودي الناحية دي نفس الإشارة يطيروا مع بعض. طب لو الاتنين في نفس المكان عكس الإشارة يروحوا مع بعض. ماشي، يلا. هيتبقى معاك ايه؟ سالب 5 بي تربيع سي تربيع بتساوي ايه؟ سالب 5 ايه تربيع دي تربيع. ماشي، برضو ايه اللي يحصل؟ عندك هنا -5 تروح مع -5، هيتبقى معاك ايه من الليلة دي كلها؟ هيتبقى معاك ان دي تربيع سي تربيع بتساوي ايه تربيع دي تربيع، صح ولا ايه؟ طيب، انت عندك حاجه جميله، مش انا عايز A B C D، يعني ال A على ال B، صح ولا ايه؟ لو انا عايز ال A على ال B اروح وما ارجعش فاضي، لو عايز ال A على ال B يبقى ال C على ال D، تبقى ال A تربيع على ال B تربيع هتساوي مين؟ ال A تربيع على ال B تربيع بتساوي ال C تربيع على ال D تربيع. ايه يا مس التربيعات دي كلها؟ والله صح. ايه رأيك نخلص منها ازاي؟ ايه عكس التربيع؟ بقول له بأخذ الجذر التربيعي. لما اخد الجذر ايه اللي يجرى؟ كل التربيعات تطير، يتبقى معايا الايه على البي بتساوي السي على الدي. بس خلاص خلصت. اذا الاي والبي والسي والدي كميات متناسبة. سؤال جميل لسنة تانية.